السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة بعنوان ايه يا دكتور اضرار الالوان الصناعية على الاسنان؟ الالوان الصناعية اللي بتكون موجودة في الحلويات او موجودة في بعض المأكولات اللي احنا بناكلها او المشروبات بتعمل ايه؟ طبعا بتؤدي لتصبغ الاسنان، بتخليها صفرة اكتر، عرضة ان هي ايه الاصفرار اللي ينتشر فيها، بتخليها داكنة. برضو وجدت دراسة إن ممكن بعض الألوان الصناعية دي اللي موجودة في الأكل بتسبب زيادة فرص الإصابة بالسرطانات، خاصة اللون الأحمر. وبرضو بيعمل ساعات حساسية، لأن في بعض الألوان الصناعية برضو أو الألوان الصناعية الموجودة في بعض الأطعمة والمشروبات لما بتدخل على الأنسجة الرخوة زي الفم واللثة، بتبص بتلاقيها إيه؟ بتلاقيها بتسبب تورم وإحمرار، بيعمل زي تهيج في الأنسجة اللثوية دي. فده يعتبر من الأضرار بتاعتها. برضو من الحاجات التانية اللي لازم تخلي بالك منها ان انت عشان تقي نفسك من الحاجات دي تحاول تقلل بقدر الامكان من الحاجات اللي هي فيها مواد صناعية. تحاول تستشير طبيب الاسنان اول باول على طول لو في اي مشكلة، عشان يقدر ان هو يعالج لك الموضوع ده. خاصة لو حسيت في ألم في أي حاجة، في اللثة، في اللسان، في الحاجات اللي زي كده. تحاول تغسل سنانك باستمرار، وتحاول تغسل ايه النصيحة العامة ديت. عايز اقول لك تحاول تغسل بغسول الفم لو حسيت مثلا ايه في بدأت اصفرار يبان او ايه او حاجة تبان مش كويسة. وفي حاجات بتضطر انك تروح للدكتور، قلنا عشان لو في حاجة بتحتاج تنظيف. في بعض انواع الجير ما بتطلعش بالفرشة، لازم بتطلع ايه الجير الناشف ده بيطلع ب الجهاز الموجود عند الدكتور، او الاصفرار ده بيتبيض بحاجة برضو جهاز موجود عند الدكتور. بس سواء هتشيل جير او هتبيض، ساعات بتبقى لازم تروح للدكتور عشان ايه يديك الدرجه اللي هي ببالك. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.